شكرا لك جنرال، وما اعرف اشكرك كيف، لكن على العموم كلها موجودات مقدره عندي، والله يدينا الايام ونلاقي، وان شاء الله انا شارك افراح وايام بيننا كثيره يعني، فالبتعملوا علي ده لغايه ما اظن انسى عليكم بسرعه يعني. فان شاء الله يعني حسناتكم يكون محفوظه لدي يعني. فخلينا ننتظر سير المدير الهيئه، وان شاء الله نسمع كل منه خير. فده في موضوع الشخصي اللي انت تكلمت فيها دي. في الموضوع العسكري ان احنا موجودين هسه الاوضاعنا ما تمام حقيقه، مزريه جدا، لانه الجفا كنا بنعمل عليه الجفا بتاع اللو، والجفا دي حاليا اتكسرت بالموضوع بتاع الذخيره وما ذخيره. ولو الدين كده وصلوا لحد عقوبه بيكونوا اوريدي سيطروا على نهر الصوبات كليا، وده بيصعب علينا اللي قدام انه نحن نرجعهم كيف حتى تفويج الناس لمناطق اللي ممكن يستفيدوا منه، ممكن يجيبوا منه حاجه زي مناطقكم، بيصعب علينا شويه. على العموم ده الله وضعنا، قلنا برضه نعمل لك تنوير عنه، لان انت زو صديق وصديق لنا يعني، وصديق لحرجه، لانه ده الوضع اللي احنا ماشيين فيها. بالنسبه لموضوع الدكتور، ما عايزين الدكتور تترك قريب، لانه انت عارف انه لو خصمك لقاك ما عاد انه هو يفكه بسهوله، لانه ما في حاجه بدي الازعاج للدينكا زي وجود بتاع الدكتور هاي. وما عاد انه انا شخصيا ما عندي امل انه الدكتور هتتفكى قريب. لو في فكه هتتفكى اللي بطريقه قوه، لو الدينكا حس بانه وجودهم كدوله محدده من اي او، ده المحل اللي ممكن بعد كده يفكوا الدكتور عشان يجي يتكلموا معنا. لكن طالما هم متقدمين في الميدان ما عاد انه في عمل غريب انه يفكوا الدكتور. امبارح زي ما كلمتك نتانيا الويد مر بهنا، ويلاقينا موضوع، ويلاقينا المبوس الصيني موصولا من القرن الافريقي، ويتكلم لنا عن موضوع بي. قال لنا يا اخي ان احنا دايرين نشاوركم في موضوع بي، لانه حسد بي وضع بتاعه القانوني انتهت. افتكر وجود الغوات انتهوا مع تاجيل للتجديد للوجود بتاع قوه في ابي، ودينا رايكم. وكلمته واضح، قلت له يا اخي احنا حاليا في حرب، وما اظن عندنا امكانيه هنا نتكلم في موضوع ابي، لانه حتى وجودنا ذاته كحركه ما متاكدين ان احنا موجودين ولا ما موجودين. الرئيس ذاته مستقبله ما موجود، فنحن ما بنتكلم في موضوع ابي حاليا، وبنفتكر انه حق الابي دي ده ما زمنه. وبالخصوص ده نكلمك فيه وانت كاخ وصديق لي، لو اديتونا الفرصه في موضوع ابي، وده الكلام ده الاشياء اللي كنت داير من زمان يجي نجي الخرطوم في اشياء نناقشها بالاستفاضه بالوجود نحن كلنا، ما بالتلفونات. واحد منهم موضوع ابي دي، وانا متاكد لو لاقينا فيه نحن نقفل ملف ابي ده وان اند فور. وفي قضايا ثانيه بنناقش فيه، قضايا بترول. لو نحن انتصرنا مستقبل الشمال والجنوب في بترول هيكون شنو؟ مستقبل الحدود بتاع 2000 وكم كيلومتر ده شكله هتكون كيف؟ لانه هو في الاخر الشعوب دائما بينتصر والحق بينتصر. نحن متاكدين حتى لو طالب انتم ما تنتصروا قدام السريع، وننتصر برضه للنظام القائم في جوبا. لكن الاسوء حاجه انه نحن ننتصر وما منظمين، وده الحته مخوفني. حتى زمان في وجودنا في السودان قبل الاتفاقيه، افتكر برضه الدكتور مع الحكومه فاتت ما عايزين نعمل اللازم، لانه الشعوب بتعاشوا، لكن لازم يكون في مواثيق وعهود انه الناس لازم يعرف انه لو انت ساعتها اخوك ده اللي قدام له نجح اخوك ده يعمل لك شنو. ده الاشياء مهمه، وبنفتكر الاشياء اللي لا ده لسه مهمه، انه نناقش حدود، نناقش بترول، نناقش معادن، نناقش بحور، ناقش ميناء، ناقش التعايش السلمي، ناقشوا الاشياء دي. حتى من ما يتوجد الحركه الشعبيه في المعارضه والحكومه السودانيه ما اظن الاشياء ده نوقشت، ولو نوقشت ما عندي فيها فكره. فبنفتكر ده قضايا استراتيجيه محتاجه للنقاش مستفيضه،
لو حصلت انه انفرجت هنا في شمال وجنوب الاشياء يكون في برنامج عمل اوريدي موضوع وموثوق عليه. وده الاشياء ان احنا بنتفكر انه احنا لو زمن جاء لو سمح لكم زمنكم محتاجين انه تدينا زمن نجي نقعد فيها ونشرح فيه ونتواثق فيه ونشوف لقدام لو ينفرج عندنا او لو طلع منكم مرور تحصل شنو. ده مهم جدا، ده في رايي النظري، في وجهه نظري. ده الكلام ده انا بقول ليه؟ لانه زي ما كلمتك بموضوع ابي انه بتاع المبوظ السين اللي غير افريقيا ورا سالني في الموضوع ده وده يرد له. وحتى الويات تاسع في امريكا وكان مشى كل خطوه بيعمل هو بيسالني ده نعمل شنو. انا برضه انا بكلمه انه المفروض يعمل شنو. ففي هذا الخصوص برضه لو عندكم رسائل عايزين تودوا برضه عبر ويات لجمعنا في امريكا برضه ان احنا ممكن نوصله قضيتكم عبرنا. مع ان عارفين انتم دوله يعني موجوده من سنه 56 عندكم علاقات دبلوماسيه اكثر مننا، لكن ده برضه لا يعني انه لو في حاجه بتحسوا ان احنا نوصل عبركم عبرنا ممكن برضه ان احنا نوصلها. شكرا لك كثير.